الكرواسون الفرنسي من الإيد المصرية، سهل وبسيط ومن غير تعقيدات، وبجد من حلاوته هتعتمد ايد. وبسم الله نبدأ. في بولة هضيف بيضة وعليها معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة أو البودر، وعليهم معلقتين كبار سكر، وهقلب البيضة كويس قوي مع السكر. وبعد كده هضيف عليها كوباية حليب، وعليهم ربع كوباية زيت، وكمان معلقة كبيرة خميرة ونص معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، وهقلب كده كويس. وبعد كده حلوين معايا 3 كوبايات دقيق، وبعاير بنفس الكوباية اللي استخدمتها. تمام. وهنخل الدقيق، ودي خطوة مهمة قوي علشان العجينة تبقى هشة معانا. تمام. وبعد كده بقى هبدأ أعجن العجينة والمها كده مع بعض. وهنا يا حلوين العجينة احتاجت دقيق، فزودت نص كوباية، يبقى كده كل مقدار الدقيق 3 كوبايات ونص. هعجنهم كويس واسيبهم في مكان دافي علشان يخمروا. وبصوا بسم الله ما شاء الله بعد ما خمرت. وعلى فكرة يا حلوين العجينة كانت مرتفعة وعالية ضعف البولة، لكن اخويا حب يهزر معايا فراح مهبطها. عارفين طبعا غلاسة اخوات الصبيان دول. وبس كده قرصتها بقى بالطريقة دي. تمام. وهدي كده رشة دقيق، وهبدأ افردها كده وابططها بالاول بايدي كده، وبعد كده بالمبينة. تمام. لسمك ما يكونش رقيق قوي. وبعد كده بقى عندي زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة، هبدأ كده ادهنها كويس قوي، وبالسكينة كده او قطعة البيتزا هقسمها كده من النص، وهبدأ بقى اقفلها كده على شكل مثلثات بالطريقة دي بكل بساطة وسهولة. هي دي بقى اللي هتدينا التوريقة. وهسيبهم كده على طبق، وهخلص كل الكمية، وبعد كده هرجع بأول واحدة بقى عملتها، هاخدها كده وبططها برضو بالمبينة بالطريقة دي. تمام. بس مش برفع قوي برضو. وبالقطاعة او بالسكينة هقطع كده الحروف، والحروف دي طبعا مش هرميها، هحطها كده في الجوانب. تمام. وهديها برضو قطعة كده من النص، وهتحشيها بقى باللي تحبيه. انا هنا حشيتها بشوكولاتة سبريد، وممكن تحشيها جبنة طبعا اللي يريحك. وهبدأ كده اقفلها بالطريقة دي. واحلى بجد كرواسون فرنسي من ايدك المصرية الجميلة. جربيه وبإذن الله هينجح معاكي من اول مرة. في الصينية بقى مدهونة دهنة زيت خفيفة، هبدأ كده ارصهم فيها واسيب مسافة ما بينهم، واسيبهم يخمروا. وده شكلهم بعد ما خمروا. هبدأ بقى ادهن وشهم بلبن او حليب. تمام. وادخلهم بقى على فرن ساخن مسبقا على اعلى درجة حرارة في الرف اللي في النص. وفي اقل من 10 دقايق هتلاقيهم اخدوا لون من تحت. على طول هتشغلي لهم الشواية ياخدوا اللون الامور ده، وتطلعيهم وبألف هنا وشفا على قلبكم. وبس كده، ما تنسوش اللايك والمتابعة، وقولولي رأيكم في التعليقات.